اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهاردة بقى القناة بتاعتنا عاملين عاملين فيديو كده في سوق المحطة الجديد. طبعا الناس كلها بتشوفه على النت. سوق اللي هو سوق محطة مصر في اسكندرية. النهاردة هنخش كده ونشوفه جولة كده فيه ونشوفه. السوق ده كان بصراحة من أكتر الحاجات اللي كنا نقول استحالة إن هي ممكن تتشال في يوم من الأيام، بس السوق كله للأسف اتشال وبصراحة يعني في ناس كتيرة بتقول لأ، احنا يعني كقطع رزق، بس أنا شايفة لأ، إن نظافة فوق الوصف، والسوق بصراحة بقى نظام ونظافة حاجة بقت خيال. المحطة كلها بقت حاجة خيال بصراحة. كانت الأول عبارة عن سوق، محدش عارف يمشي، محدش عارف يشتري حاجات فيه، محدش عارف، الناس الكبيرة مش عارفة تمشي، العربيات مش عارفة تمشي، كله ماشي فوق بعضه. دلوقتي المحطة بقت قطعة من الخيال في النظام والترتيب. الموقف، الميكروباصات، في كل حاجة ليها موقف. السوق ده طبعا كان عبارة عن حاجة وباء مليانة، يعني مليانة حاجات مش كويسة، حشرات مش كويسة. دلوقتي بقى عبارة عن حاجة قطع كده من النظافة والخيال. بصوا، وفي لسه سلم بالكهرباء، ولسه في محلات ما اتفتحتش. انا شايفة بصراحة ان النظام، يا رب بس الناس تحافظ عليه. والناس بتقول الحاجة غالية في السوق، لا بالعكس، الاسعار جوه نفسها هي بره ما فرقتش حاجة، مفيش غلو. المحلات بقى كل محل منفصل عن المحل اللي جنبه. الحاجات بقت مرصوصة بحاجة نظيفة، ما بقاش فيه الحاجات اللي بتجيب الامراض اللي احنا بنشوفها في السوق دي. فانا شايفة بصراحة ان الخطوة دي كانت احسن خطوة اتعملت في النظام والنظافة ويا رب بس الشعب او الناس تحافظ عليها. بصوا في فرقة دي، احنا كنا جوه، دلوقتي المول السوق، بصوا بقى السوق بره جوه عشوائي بطريقة. بصوا العربيات، وبصوا الحاجة مرمية ازاي. بصوا اهو، يعني بصوا كده، ده السوق ده اللي لسه ما اتشالش، يعني الجزء اللي باقي اللي لسه ما اتشالش. هي اي نعم الناس كلها بتاكل عيش، بس لما ناكل عيش بنظافة وبنظام وبترتيب انضف بكتير من العشوائيات اللي كنا فيها يعني. بصوا ده الجزء اللي لسه ما اتشالش. كده احنا هنطلع بقى على باقي المحطة. الاماكن دي كلها كان استحالة حد يعرف يمشي فيها نهائي، ولا يعرف يتسوق. كانت الستات والرجالة، والستات الكبار والرجالة العواجيز، كان اخر بهدلة، كان كله ماشي فوق بعضه، والعربيات كانت ماشية فوق بعضها. بصوا دلوقتي الشارع ده كله كان مفيش نفس حد ممكن يعرف يمشي فيه. دلوقتي الشارع ده فضا، وهي لسه برضو. بصوا الإضاءة مش مساعدة، في إضاءة جامدة وفي إضاءة ضعيفة. فاحنا لسه برضو الدنيا لما تتنظم والدنيا لما تنور هبقى اعمل لكم صور كويسة. بس دي عشان برضو احنا كنا بالليل، فالوقت متأخر والصور مش واضحة قوي. لسه كل الشوارع دي، طبعا الشوارع دي كانت زحمة جدا، مكانش حد يعرف يمشي فيها. اهي بتبتدي برضو يعني واحدة واحدة بينظموا فيها، وبصراحة الله يعينهم. بس هي خطوة بصراحة جميلة جميلة. يعني المحطة بقت يعني قصة تانية خالص، غير ما كانت آخر بهدلة وكانت زحمة. فالحمد لله اللي هي وصلت كده، يا رب بس يحافظوا عليها. والناس يا ريت يا ريت يعني تحافظ على النظافة اللي احنا هنبقوا فيها، دي أهم حاجة. ودخلت برضو اوكازيون، قلت اجيب شوية حاجات كده من، يعني انا دخلت السوق جبت شوية حاجات، ورحت اوكازيون برضو قلت اشوف لو في عروض، لو في حاجات اجي اشتري شوية حاجات. بصوا كل حاجة فيها نظام بتبقى حلوة. بصوا الناس دلوقتي اتعودت تخش كارفور، تخش اوكازيون، الحاجات دي كلها بصوا بالنظام. فسوق الخضار برضو هيبقى كده، بيبقى نظام احسن من الاوبئة اللي كنا عايشين فيها بصراحة. هي في ناس كتيرة مش راضية عن الخطوة دي، بتقول ان هي تقطع رزقهم يعني. بس هو لا، ربنا بيبعت الرزق في اي مكان. الشخص بس هو يسعى، واكيد ربنا هيبعت له رزقه. وكفاية ان احنا نعيش بالنظافة والنظام ده، يا رب بس يعني كله يحافظ عليه. هنا دلوقتي هنشوف العروض بقى في اوكازيون. دخلت اشوف العروض على الرز والمكرونة، وطبعا الحاجات الغلو اللي بقينا فيه. فالواحد بيحاول يدور على الحاجات اللي عليها عروض ويجيبها، يروح اماكن زي اوكازيون والحاجات دي ويستغل العروض. بس يعني مش شرط ان انتوا تشتروا حاجات كتيرة، لان هي اوقات الاماكن دي بتبقى خراب بيوت لناس كتيرة. بس انتوا خشوا الحاجات اللي عليها عرض، شوفوا لو هتستفيدوا منها خدوها، يعني متحاولوش تاخدوا عمال على بطال.
انا هنا لفيت كده لفة في اوكازيون كله، وشفت الحاجات اللي عليها عروض وايه الحاجات المناسبة اللي ممكن اجيبها. وهتشوفوا دلوقتي الحاجات اللي انا جبتها. انا جبت حاجات بسيطة، ما جبتش حاجات كتيرة، بس انا حاجات كنت محتاجاها. جبت خميرة، وجبت بيكنج باودر، وجبت اكياس ملح كده، وجبت نوع كده زي لانشون او سلامي كده صغير، وجبت خل، وجبت مكرونات طبعا اللي هي الكيلو. الحجم الكبير ده بيبقى حجم التوفير احسن من الكياس الصغيرة. الكبيرة دي بتبقى احسن، جبت منها دي. وجبت خضرة طبعا من السوق. بصوا الخضرة حلوة ازاي، كانت حلوة قوي وكانت خضرة، فجبت منها كمية. وجبت فلفل الوان برضو كان سعره كويس، جبت منه الاصفر والاحمر. وجبت دقيق، وجبت مكرونة صغيرة، وجبت مكرونة فرن. وجبت ايه تاني، وجبت ليمون من السوق، ودي المكرونة الصغيرة. وجبت جبنة قريش. وهو ده كان الفيديو معايا، يا رب يكون نقل جزء بسيط من الجزء الواقع اللي احنا فيه.